دي اللي ما عندهاش عيال عايشة مرتاحة، واللي عندها عيال عايشة شقية وتعبانة، والله يكون في عونها. امال انا اعمل ايه بقى؟ طبعا لميس طالعة عليكم بترقص، وانا يا بنتي بروق، يا بنتي سيبيني في حالي وهي طالعة بدها ترقص. شوف شوف شوف. طبعا النهارده قلت ايه، ما اعمل نشاط مش بيدها بقى. طبعا انا نقلت كده في الشقة التانية، في مكان جنب التانية على طول. دي اول ترويقة ليا من بعد ما فرشت الشقة ونقلت فيها. قلت بقى ما اقوم اعمل ايه، دور نشاط انا واحمد ولميس. قلت لهم وربنا اللي ما هيسمع الكلام واللي اقول لواحد على حاجة يعملها ومش هيعملها هسلخه. اما الصراحة معايا ايدهم بايد، وقلت لهم يلا نروق بقى. شفت احمد يا دوب يجيب المخدة، يا دوب يودي المخدة، يا دوب يشيل الركنية، يا دوب يحط الركنية. صح يالا؟ صح ولا مش صح؟ صح صح. صح صح. طبعا الحمد لله بقى قلت ما اقوم اعمل دور نشاط بقى بعد ما انا فرشت، والحمد لله ربنا اكرمني وفرشت الشقة وخلصتها. كنت بقى ما اعمل دور ترويق كده ونشاط في الشقة. لازم طول ما انت قاعدة في البيت تعملوا المصالح، وتخلي اولادك لو هم صغيرين حتى يساعدوكم، ويكون ايدهم بايدك. يعني طول ما انت في البيت، طول ما هم مش في مدرسة او لسه ما دخلوش المدرسة، لازم يكون ايدهم بايدك في كل حاجة، ايدهم بايدك. عشان خاطر دايما العيل حتى لو انت تعبانة هتلاقيه واقف معاكي، لو انت في مشوار هتلاقيه واقف معاكي بيعمل كل حاجة. يعني انا ما شاء الله ايدهم بايدي في كل حاجة. هم لسه صغيرين اهو 5 سنين و6 سنين، بس ايدهم بايدي في كل حاجة. لازم اخليهم يعملوا، عشان لو انا تعبانة في حاجة ولا كده يبقى هما يعملوا شغل البيت. هما مش صغيرين. طالما العيل قال انا جعان وعايز اكل وعايز اخش الحمام، يبقى خلاص هو مش صغير، هو معتمد ان هو يعمل كل حاجة معاكي. حط ايده في ايدك كده ها. في كل حاجة. حتى لميس بتغسل المواعين ما شاء الله، بتمسح بوتاجاز، بتعمل اي حاجات زي كده. وقمنا بقى انا واحمد واتنشطنا كده بقى، كنا مشغلين مزيكا 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 مزيكا. مزيكا مزيكا. لميس بترقص واحمد عمال يساعدني، احمد يرقص ولميس تساعدني، هما الاتنين شويه كده وشويه كده. المهم احنا نعمل ايه في الاخر؟ المهم ان احنا لا مش نرقص، المهم نعمل مصالح البيت. صح ولا لا؟ صح. ترقصوا مش ترقصوا، المهم تعملوا ايه؟ مصالح البيت. المهم يعملوا مصالح البيت. وما علينا مسكوا مصالح البيت ما شاء الله، عملوا مصالح البيت كلهم. الله يبارك فيهم يا رب، ايدهم بايدي لحد ما ايه، ما سيبناش طبعا. ما سابونيش الا ما خلصوا كل حاجه. طبعا احنا بنلم السجاد ليه هنا؟ بنلم السجاد عشان الحداد جاي لنا، ولما الحداد يجي لنا لازم نعمل ايه؟ لازم نلم السجاد، ما ينفعش نسيب سجاد. يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نلم السجاد كله، عشان خاطر لو سيبنا السجاد ورب الكعبه، رب الكعبه مش كان هيبقى سجاد من الحداد واللي انا شفته من الحداد، مش كان هيبقى سجاد من اللي انا شفته من الحداد. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من يومياتنا يا رفقات. اشتغل. طبعا انا بسجل الفيديو ده وانا واقفه لكم في البلكونه. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في احمد ولميس اللي مش راضيين يسكتوا؟ اعمل ايه فيهم انا؟ مش راضيين يسكتوا. المهم همهم ان هم ينزلوا. لا يا ماما، همهم ان هم ينزلوا بس. يعني بصوا همهم ان هم ينزلوا بس، مش فارق معاهم حاجه خالص غير ان هم ينزلوا ويشتروا، وصباح امهم عسل. خش خش. طب لم الزباله وراي بدل ما انت سايباني كده. طبعا الحمد لله خلصت، ويلا مع السلامه. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. باي.